4 أسئلة لازم تبقى عارفهم قبل أي انترفيو. السؤال الأول Tell me about yourself. هترد تقول Well, let me tell you about myself. My name is Ibrahim. I'm 28 years old. I graduated from the Faculty of Education. تاني سؤال هيسأله لك Why do you want to work here؟ يعني عاوز تشتغل هنا ليه؟ هترد وتقول I have a passion of مثلا لو مجالك في ال teaching English هتقول I have a passion of teaching English. يعني أنا عندي شغف في تدريس اللغة الإنجليزية. ثالث سؤال ممكن يسأله لك هيقول لك What are your strengths and weaknesses؟ دلوقتي أنت هترد على السؤال ده وتقول إيه هي نقاط القوة والضعف اللي فيك. I get so much nervous easily. وده يعني إن أنت بتتنرفز بسهولة. بس أنت هترد وتقول I overcome it recently. يعني تغلبت عن هذه العادة مؤخرا. نيجي بقى للسؤال الرابع وهو ده أكتر سؤال شائع. هيقول لك Where do you see yourself in 5 years؟ يعني شايف نفسك فين كمان 5 سنين؟ طبعا إجابتك هنا لازم تكون In 5 years I see myself growing in this company taking on more responsibilities. لو حابب تطور نفسك في الإنجليزي تقدر تحجز معانا في English Business Course. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك وفولو.